أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مسك الختام الحالة الثالثة اللي باش نتعرضوا لها في موعد الليلة قائد القبان ولا ما يسمى بالقرية في ميناء رادس توجهون لبرنامج الحقيقة للمطالبة بتسوية وضعياتهم، خاصة وأنهم ما يتمتعوش بالتصنيف المهني ضمن القانون الأساسي للشركة اللي يعملوا فيها. أكثر تفاصيل في هذا التقرير ونرجو. سائق القبان أو القرية مهنة صعيبة ونادرة يحددها قانون عالمي يضبط قواعدها نظراً لندرة العاملين بها. لكن في تونس وضمن الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء رادس ما لقاتش حظها، خاصة بعد عديد من الإخلالات والخروقات اللي قامت بها الشركة في حق سائقي القبان اللي حرمتهم التصنيف ضمن القانون الأساسي المنظم للشركة على حد قولهم. الشركة لما جابت القريات هذوما ما أدرجتهمش في القانون الأساسي. إلى حد الآن ما همش مدرجين في القانون الأساسي وما همش مذكورين، بحيث أنت تعرف أنه كل مؤسسة عندها قانون أساسي ينظم كافة العمال وكافة يعني بأصنافهم مختلفة عن أصنافهم. الاستاتيو عنده من عام 69 ما تبدلش، قعد هو بيده ما تبدل حتى شيء، شبكة الأجور هي بيدها. يتغير حسب السلم التدريجي اللي معناها المعتاد، يعني لكن ما صنفوناش حسب المهمة متاعنا، حسب الجري الهيكل اللي نخدموا عليه ما صنفوناش. وما كانش موجودة لا هي للقائد اللي يخدم عليها ولا حتى الإطار الفني اللي يصلحوا حتى في القرية. عملنا محاولات يعني سلسة وسياسية باش مع الإدارة متاعنا ومع الوزارة كذلك وزارة النقل على أساس باش معناها يوضحوا لنا وضعيتنا ويدرجونا في القانون الأساسي، إلا أنه بدون جدوى. تعنت الإدارة وعدم الاستجابة لمطالبهم، تدخل القضاء وعين خبير يضبط جملة من الشروط تنظم القطاع هذا، إلا أنه ما لقاش حتى تجاوب لا من الشركة أو حتى من الجهات الرسمية المعنية. قدمنا بإذن على العريضة، المحكمة الحمد لله يعني قبلت الإذن بسرعة، عينت خبير عدلي مختص بسرعة، خرج الخبير العدلي للبورت، طلع للقرية صورها وصورنا احنا يعني وشاف طبيعة العمل نتاعنا وعمل دراسة كبيرة وشاملة وعمل مقارنة كذلك يعني حتى بدول الجوار، وتوصل إلى أنه سائق القبان بما هو مذكور سائق القبان هو ليس بسائق، هو قائد القبان. وثانيا توصل إلى أنه قائد القبان يلزم يعمل 3 ساعات في ال 24 ساعة زائد نصف ساعة يتفقد فيها هذا القبان. الحاجة الثانية هو أنه الساعة متاعنا يلزمها تكون 17500 حسب التصنيف متاع الخبير، وهذا حسب السوق التونسية. يلزم تكون مراقبة دورية إلى كافة قائدي القبان، مراقبة دورية طبية. التصنيف هذايا اللي حضروا الخبير العدلي تقدمنا به للإدارة على أساس باش تعتمدوا، لأنهم هم كل وين نكلموهم على التصنيف يقولوا لنا مهطلونا وتنصنفوكم هاو تنصنفوكم ما صنفوناش به. قلنا لهم هذا تصنيف حاضر انظروا فيه وشوفوا معناها اعتمدوه. مشات الإدارة شوية في التصنيف لكن في نقطة أكاهو، لكن النقاط الأخرى الكل اللي مذكورة في التصنيف وفي التقرير في تقرير الخبير لم تكن موجودة بالبتة. إدارة مادت في التعنت نتاعها وما حبتش يعني تنظر للموضوع بأهمية. المشكلة يلزم سلطة الإشراف هي اللي تاخذ الانيشيتيف وهي اللي تصنف قائد القبان وتعمل مراجعة الأجور حتى لسائقي الآليات الخاصة الكل بصفة عامة. وحتى التصنيف اللي قدمناه ما حبوش يعني ياخذوه بعين الاعتبار وما حبوش معناها يستعملوا وما حبوش يعتمدوا. علاش؟ على خاطر منعش سلطة الإشراف وزارة النقل أو الوزارة الأولى إدارة المنشآت العمومية جاء التصنيف وجاء التقرير الخبير، ولكن لم تحرك ساكنا
في وقت اللي انه باش ما نظلموش ونعطيو كل واحد حقه، ملي جاو المديرين العامين من بعد الثوره اللي تداولوا على الشركه التونسيه للشحن والترصيف بما فيهم نور الدين السويسي او السيد انور الشيبي او السيد خير الدين الصغير، حاولوا انهم يوصلوا الحل لتصنيف قائد القبان لما يرى انه فما شويه فما برشا خطر وفما برشا تعب وبرشا يلزم برشا تركيز، ولذلك حاولوا. لكن ما راعنا الا انه وزاره النقل كانت مغيبه تماما الموضوع ولم تحرك ساكنا. ما نطلبوا في تحسين وضعيه، ما نطلبوا في فلوس زايده، ما نطلبوا في حتى شيء، احنا نطلبوا في تصنيفنا حسب القانون وحسب ما يقره الخبراء المختصين. كل ما طلبنا أنه يتم تصنيفنا حسب القانون الأساسي وحسب ما أقره الخبير. هذه مطالب سائقو القبان، هذه أول مرة نسمعها، نكون نسمعوا كلمة قرية هكا به. مهنة صعيبة يحددها قانون عالمي، واحد قد ما نتعلموا كل نهار نتعلموا. مرحبا بكم سي عز الدين البريكي وسي صابر الطرابلسي، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم حاضرين معنا. وجهنا الدعوة للشركة التونسية للشحن والترصيف لكن قالت مش مهم ان نكونوا حاضرين، وهددت برفع قضيه لان احنا ما دخلناش للبورد صورنا، معناها ريت وين صورناكم، هدونا باش يرفعوا قضيه ومن بعد نشوفوها برك باش نقفوا امام القضاء على خاطر مرنا هذه الحاله سي نسري. انتم قداش من قائد في الشركه هذه في ميناء رادس الصابر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه بالشكر للبرنامج وإدارة البرنامج لاستضافتنا. قبل كل شيء هو في تونس الجمهورية الكل فما تقريبا 36 قائد قبان. 36 على مستوى الجمهورية؟ الجمهورية الكل، وبالأخص ميناء رادس فما 28 قائد قبان. هذا على مستوى ميناء رادس والجمهورية الكل. عندها رخصة سياقة خاصة ولا شنو؟ لا، عندها تكوين خاص. تكوين خاص. والتكوين هذا ما يقلش على السنة باش القائد القبان ينجم يحرك القبان، با بور ميتريزي. بور ميتريزي القبان والعمل وباش ينجم يعطي روندمون كما المطلوب منه، يلزم توصل المده حتى الى 3 سنوات. 3 سنين باش ينجم معناها يمتريزي القريه هذيك، باش ينجم يمتريزي باش ينجم يمتريزي. ساعات العمل اللي تعملوا فيها معناها خاطر شي الخبير كان أقر وقال أنه ساعات العمل يجب أن لا تتجاوز 3 ساعات يوميا زائد نصف ساعة، وأنتم فعليا قداش تخدموا من ساعة؟ احنا فعليا نخدموا في شيفت كامل بما يسمى 7 ساعات، تقريبا 7 ساعات، من 6 إلى 7 ساعات، وتنجم حتى تمشي حتى إلى 8 ساعات إذا تطلب الباخرة أنه معناها العمل يطلب أنه الباخرة باش تخرج، معناها كما نقولوا نحن بلغتنا نحن بابور على خروج، يعني باش تخرج باش تغادر الميناء، توصل حتى إلى 8 ساعات عمل. يعني هذه خدمة صعيبة. خدمة صعيبة ياسر، تطلب برشا مسؤولية، تطلب برشا تركيز، تطلب محافظة على القبان بيدو وعلى المحيط ككل، يعني بما فيه الباخرة وطاقم الباخرة والطاقم الذي يعمل مع هذه الآلة، يعني مع القبان، وأيضا حتى لي كونتينير، معناها حتى البضاعة اللي باش تهبطوها من البواخر. به سي عز الدين، القانون اللي تخضعوا ليه توا معناها على أي أساس قاعدين تخلصوا؟ شنو هو تصنيفكم الحالي؟ الوقت الحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء تحية لك أخت إيمان وللأستاذ، واسمحي لي أن أحيي الأخت مريم عمو وللفريق المصور اللي تعبوا جاوا صورونا. كذلك اسمحي لي أن أرفع التحية إلى زملائي الأفاضل بالشركة التونسية للشحن والترصيف وإلى المسؤولين وإلى النقابيين كلهم جميعا. في البداية أخت إيمان، نحن لا نخضع لأي قانون منذ أن يعني جاتنا القرار بقيادة هالقبان هذا. نحن قبل كل شيء كنا يعني شو جاكم قرار؟ ما كانش اختيار منكم؟ احنا من ابناء الشركه كنا يعني عندنا يعني مهمه اخرى غير مهمه قياده القبان. الشركه لما يعني اشترت هذا القبان
وكان ذلك في إطار تطوير خدماتها في مجال الشحن والتفريغ. نعم، وتطوير المؤسسة. اختارت من أعز ما عندها من أبناء الشركة، ويعني تشكروا في رواحكم. نعم، لا احنا اختي ايمان ما نشكروا في رواحنا، وانما الاكاديميه المصريه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي اللي لا هو اكيد خاصه وانه معناها باش تمتريزي يلزمك 3 سنوات تكوين. سي عز الدين قل لي توا على اي اساس، سؤالي رجاء، على اي اساس تخلصوا، على اي اساس يتم التعامل معاكم على مستوى قانوني معناه؟ ما فما حتى اي اساس، بقينا كيما احنا، كيما كنا. تم انتدابنا وعملنا لي فورماسيون تاعنا، ومعناها في داخل تونس وخارج تونس، والحمد لله معناها حضرنا، واحنا تو قاعدين نقدموا في انتاج يعني مهم جدا، ولكن شيء ما تغير. استاذ نصر يظهرني تفضل. احنا باش نجموا نفهموا الاشكاليه ربما. تو انتم ما كنتوا تخدموا قبل في هذه الشركه. نعم. شنو كان العمل نتاعكم قبل؟ كنا سواق شنو؟ نعم، سواق اليات خاصه يعني كونديكتور اونجان سبيسيو. ماهوش هذه مش الآلة هذه. لا مش هذا. الفيش دو بي نتاعك اش يكتب لك انت الصفه نتاعك؟ كونديكتور اونجان سبيسيو. هذا قبل ان يعني اليوم اش يكتب؟ توا اخر فيش دو بي خذيتها الصفه نتاعك اليوم غروتيي. وعلاش انا طرحت السؤال؟ لانه انتم من قبيله اش قاعدين نقولوا؟ قائد سانو رابيل القائد نتاع الطائره. تعرف علاش ضحكت انا؟ كنت نقول لك سؤالك خطير وبعد خفت لا حتى راسخي تغشش. لا بالحق، لانه التسميه فيها اشكال. فرق بين السائق وبين القائد. القائد بالنسبه للزونجان هذوما نسميهم بيلوت، كيما الانسار دي بيلوت معناها دي زافيون، كيما بينما انتم سواق ولا دي بيلوت. سامحني نوضح لك تقنيا السائق المهمه نتاعو تقتصر على انه يحول الماكينه او بما يسمى القبان او لو غرو او لي زونجان سبيسيو من نقطه A الى نقطه B. هذا السائق. هذا السائق معناها فما سي فما شوفور دو غرو موجوده، لكن المهمه نتاعو تقتصر انه يحول القريه من نقطه A الى نقطه B. القائد هو اللي يخدم وهو اللي يحرك القريه من الفوق على معناها من الكابين الفوقانيه معناها، وهو اللي يخدم، وهو اللي مطالب بتقديم المردود المرجو منه، وهذه المهام ما ينجمش اي سائق يخدمها. انا هو مجرد اسئله، انا عارف راهو نحب نوصل، لانه علاش الكلام هذا قاعد نقول فيه؟ لانه نحن في حاله فراغ قانوني. نحن توا اليوم في حالة فراغ قانوني. هذوما كانوا عندهم مهمة معينة، إما يكون إداري أو يكون سائق مثلا ديزونجان. اليوم وقع في إطار التطور التكنولوجي، وقع إحداث الليزونجان هذوما القرية تسمى القرية اللي هي آلة ما كانتش موجودة من قبل. ما يقتصرش العمل نتاعهم على أنه كما كان يقول سائق تحويلها من يعني نقطة إلى نقطة من نقطة إلى نقطة، وإنما يدخل في أنه سكون أبيل لا ميتريز كاملة. إنسان ما يكفيش أنه يسوقها، فيها تقنيات كيفاش يطلعها، كيفاش يهبط في كيفاش يحمل، كيفاش، وثم ريسك في كل عمل اللي يقوم به، ثم ريسك أكبر بكثير من الريسك اللي كان تم انتدابه على الاقل من الاول. اليوم نتصور شخصيا انه معناها مثلا الاجور نتاعهم ارتفعت، ما كانتش كيما الناس كيما من الناحيه الماديه. لا ابدا نفس الاجور ونفس الوحده. معناها التسميه نتاع الخطه فقط تبدلت. لا التسميه فقط هبطت. لكن التسميه ماهيش تسميه صحيحه حسب ما قاعد تقول لي. التسميه شو؟ تسميتكم في انكم تسميه استاذ سامحني زميلي، التسميه فارغه، تسميه فقط بلا تصنيف. شو سموكم في خطة شنو؟ سمونا هذا قرار هابط من الإدارة يقول اللي وقع أنها تكلف السيد عز الدين البريكي. يتم تكليف السيد عز الدين البريكي رقم كذا وكذا بخطة سائق آليات خاصة بوكالة رادس. قبان. سائق آليات خاصة قبان. ماكش قائد.
سائق. اي هاو علاش انا طرحت سؤال منذ حين رغم انه مازال ما شفتش الوثيقه. يبيلك شي قائد، بيلك شي قائد ما فماش في السلم نتاع القانون الاساسي نتاع مثلا احنا ما عندناش كلمه او اسم قائد في القانون الاساسي بتاعنا. معناها احنا الاشكال مش في حدكم انتم، الاشكال ربما اكبر في انه يقع تطوير القانون نتاع الاساسي نتاع الشركات كله. او اخت ايمان تصنيف مراجعه. لابد من تصنيف اضافه لانه خطه قائد مش موجوده. هي احنا مدينتكم اخت ايمان بنسخه من هذا التصنيف، وقائد القبان هي مذكوره في هذا التصنيف. تصنيف عملوا خبير عدلي. لا خبير عدلي. اعطيني القانون الاساسي السابق مش موجود. لا القانون الاساسي مش موجود. مذكورين سائق اليات خاصه. اليات خاصه وهيك علاش تعاملوا معاكم على حسب الانتداب. انت اليوم ترى انه هل الانتداب هذا فيه خطا لانكم انتم ماكمش سواق؟ المطالبه بمراجعه او احداث خطه جديده في القانون الاساسي نتاع الشركه. انا قلت مساله فراغ قانوني. لانه لو كان جي نرجع انا كيفيه انتدابك، وقع انتدابك علاش انت ما طعنتش فيه هذا من المره الاولى؟ انت وقع انتدابك كسائق تقول انا مانيش سائق. استاذي الكريم احنا كنا مكلفين مهمه سياقه الاليات الخاصه. قلت لما الشركه شرات الليغرو هذوما القبان هذم خذات من ابنائها وكلفتهم بقياده القبان. متفقين. يعني القبان هذا خليني اخت ايمان يعني افسح لي خلينا نشرح القبان هذايا. القبان هذايا الوزن الجملي نتاعو يفوق 540 طرناطه. فيه كابينتي قياده، كابينه علويه وكابينه سفليه. الكابينه العلويه طلع لها دروج توصل الى 170 درجه. العلو نتاعها يوصل الى 42 متر. فيها فلاش تمتد الى 50 متر. فيها 80 عجله الاله هذه. الثمن نتاعها 8 مليارات، يصل الى 8 مليارات. يعني هنا الشركه لما اخذت القبان هذا وطلعت عليه من ابنائها شكون يخدم عليهم مكونتهم، ما ادرجتش القبان هذا في القانون الاساسي نتاعها. هذايا يولي ربما الخطا اشمل من انه يتجاوزكم انتم كقيادي القريه هذه والا كسائقين. معناها نورمالمون الشركه وقت اللي دخلت اليات جديده وتعرف اللي السائق نتاعها الصنف هذا مش متوفر في قانونها، استحداثه ويقع اما زياده نص اخر قانوني في القانون الاساسي القديم، احداث خطه جديده، او المطالبه باستحداث حاجه جديده. لانه سي صابر وسي عزيز الاشكال كان ينجم يكون قائم لو كان في النظام الاساسي موجوده الخطه نتاعكم قائد قبان هذايا. كان لو كانت موجوده وانتم ما متعوكمش بها وما عطاوكمش الاليات والحوافز اللي تنطبق على الخطه ذي، وقتها تكون الشركه متجاوزه هكا ولا لا؟ المفروض هو اليوم الخطه مش موجوده. نحكيو على مراجعه، طالبوا نحكيو على مطالب مراجعه لخطه وظيفيه معينه. التصنيف هذا المفروض طلبتوا هذايا من الشركه؟ نعم طلبنا عديد المرات. سامحني اخت ايمان، هي كما ذكرت في التقرير انه من بعد الثوره صار التصنيف هذا، والمديرين العامين اللي داولوا على الشركه التونسيه للشحن والترصيف من بعد الثوره، يعني 3 مديرين عامين 3 حاولوا انهم يلقاوا حلول لهذه المشكله. اذا وحتى النقابه الاساسيه بميناء رادس عندها توا مدة شهر التالي أخذت الانيسياتيف وتقدمت إلى الإدارة بمطلب تصنيف شامل، منه تصنيف آلة القبان وإدخالها وإدراجها في القانون الأساسي للشركة واللي يعمل عليها زاد كيف وزاد وأيضا مراجعة الأجور إلى كافة سواق الآليات الخاصة وحتى العمل، لأنه وساعات العمل وإلى آخره. لذلك نتوجه بالشكر للنقابة الأساسية بميناء رادس، ثم زاد إلى المديرين العامين. لكن واللي ظهر انه المشكله تتعدى حتى رؤساء المديرين العامين والاداره. لأن مساله قانونيه، هذه مساله قانون باش يبدل قانون اساسي كامل. مانيش اليوم يجي رئيس معناها اما مدير في اداره باش يجي جاو اليوم نبدل قانون. يعطيك تصفيه هي اساسا مش مدرجه في القانون الاساسي. هذا كيفاش تكون في لجنه قانونيه يقع تكليفها على مستوى معناها الاداره نتاعكم لتقديم مشروع كامل لقانون اساسي باستحداث خطط جديده، ويقع الاستئناس في هذا المجال بقوانين اما بالخبراء التونسيين او بقوانين مقارنه. مثلا نشوفوا انتم الخطه نتاعكم في البلدان الاخرى هل انه موجوده وكيفاش تتسمى وكيفاش القانون الاساسي نتاعهم، وتشوفوا
نشوفوا نسخ من تطويع القانون الاساسي مثلا عالميه، فرنسا، بلدان مثلا امريكا، بريطانيا، وبلدان عربيه، مصر الى اخره، نشوفوا هل انه هناك قوانين اساسيه مشابهه يقع فيها ادراج هذا الصنف هذا نتاعكم، وبهالقانون المقارن هذا يقع لجنه تفكير مستوى قانون تحضر مشروع قانون لتغيير القانون الاساسي واستنادا واستئناسا. انت مش تجيني اليوم تجيني بتقول لي انا هاو عملت خبير والخبير جاء قال لا يلزم يعمل كذا، هل انه الراي الخبير هذا يلزم الاداره ام لا يلزمها؟ خبير قمتوا به انتم وحدكم، استاذنتوا المحكمه والمحكمه اذنت بتكليف خبير والخبير جاء قال لكم هاو ايش يلزم يكون. هل انه الاداره مؤهله حاليا باش تجي تستجيب لراي الخبير ام لا؟ انا نقول لا، لانه ما يكونش الاجراءات بهذا الشكل، بل بالعكس تكوين لجنه قانونيه على مستوى الشركه نتاعكم. هل اللجنه القانونيه تعهد لها مهمه تقديم مشروع لتنقيح القانون الاساسي او استحداث قانون اساسي جديد يقع فيه ادراج الخطط هذه؟ استاذ نصري، فمش جهه رسميه مثلا وزاره النقل تجم تتدخل مثلا يجب ان يكون في شكل مشروع قانون، الحث على اعاده النظر واعاده ربما ادماج الخطه الجديده هذه في القانون الاساسي. يمكن بطبيعه الحال وزاره النقل تنجم تتداخل في المساله هذه. صابر بايجاز لانه بايجاز في وقت المشكله احنا مانيش نلوموا على الاداره او نحن نطالبوا الاداره، احنا ديجا طالبنا الوزارات الوزارات الثلاث بانه تنظر في هذه في هذه الوضعيه، ولكن واللي باين انه وزاره النقل او الوزاره الاولى اداره المنشات العموميه تجاهلت هذا المطلب، وهذا المطلب من 2011 تصبلوا، ولذا تجاهلت هذا المطلب. وباش نمشيو حتى ابعد من هكا بشويه، مش باش ناخذ برشا وقت، الشركه وزاره النقل السلطه المشرفه تجاهلت ومتجاهله الشركه التونسيه للشحن والترصيف في هذا في الدوسي هذايا، وحتى في اكثر من هكا. اذا طالبك بار اكزومبل فما زوز مسطحات اللي هما 8 أو 9 متجاهله هذا معناها الدوسي هذايا متجاهله حتى من عام عندها 20 سنه الكونتينر تخدم بنفس السوق. شكون بالله صبر سامحني، شكون الجهه الرسميه يعني الجهه الحكوميه اللي مخوله ومسموح لها انها تدخل وتتفقد هل انه معناها التجهيزات مطابقه للاشخاص اللي يخدموا عليها؟ شكون سلطه الاشراف؟ هو سلطه الاشراف الاولى وزاره النقل، ثم اداره المنشات العموميه بالوزاره الاولى، ثم في هذا ما تمش وجهتوا مراسلات لوزاره النقل. وكل ما نتكلموا وزاره النقل تقول شركه تونسيه شحن وترصيف تعاني من عده صعوبات وعده نقائص، لكن عده صعوبات وعده نقائص تعاني فيهم الشركه التونسيه للشحن والترصيف. حتى دخل بالامر نتاعو تعاني. خلينا نختموا، ما المطلوب اليوم بايجاز؟ المطلوب عاود قلت هو مساله قانونيه بالاساس، ما نتصورش ادارتكم بيدها الحل. الاداره يمكن تقترح، يمكن تحضر مشروع قانون، لكن الإشكال ماهوش مربوط بها، هي مربوط بالأساس بسلطة الإشراف لإحداث قانون أساسي جديد يتقدموا بمشروع تقدموا فيه عديد الوثائق، رؤية شاملة من الناحية القانونية، تقدموا فيه الاختبارات اللي تمت هذه لإعادة تصنيفكم ضمن قانون جديد. شكرا سي عز الدين بإيجاز. نعم، يعني كيفاش معناها شركة تقتني آلات كما هذوما ويعني وتخدمهم بدون معناها تصنيف؟ هذا قلنا دور سلطة الإشراف في الضغط على الشركة نتاعكم، هذا هو دور سلطة الإشراف في الضغط، معناها التحرك يكون على مستوى سلطة الإشراف للضغط على الشركة نتاعكم باش انها تعطي لكل ذي حق حقها باش تعطي التصنيفات. السيد وزير النقل احنا نداءكم وصوتكم وصل اليوم. زاد مره اخرى خليك توجه بايجاز نداء للسيد وزير النقل سي عز الدين. نعم، احنا توجهنا بنداء على الجريده، والان نتوجه بنداء الى السيد وزير النقل، نطالب بادراجنا في القانون الاساسي وتصنيفنا حسب الاله. ما تقولش ادراجنا في القانون الاساسي لانه القانون الاساسي ما فيهش الخطه اللي تبحثوا عليها يا سي عز الدين. نعم، يعني استحداث الخطه هذه في القانون الاساسي وتصنيفنا حسب الاله والحموله وطبيعه العمل الذي نقوم به. واضح سي عز الدين، نبريكي صوتك وصل. سي صابر بايجاز. سي صابر ان شاء الله وزاره النقل تعطي للشركه التونسيه للشحن والترصيف الاهميه نتاعها، على خاطر بخلاف الدوسي هذا فما برشا دوسيات عالقين، والنقابه توا مازالت تعاني في انه بشرق حق الشركه التونسيه للشحن والترصيف. وكما قلت ما حبوا يطوروا حتى شيء، وكأنه سلطه الاشراف ونقطه استفهام، وكأنه سلطه الاشراف ووزاره النقل متجاهله تماما الشركه التونسيه للشحن والترصيف. والله يا صابر كان باش نحطوا نقاط الاستفهام باش نحطوها على الوزارات
القنوات الكلها في تونس معناها، وكنتوا تتفرجوا معنا في الكواليس شنو صاير معناها. انت شفت وجهنا الدعوه لوزاره الماليه والبنك المركزي، وبعدها شنو هي الحاله الاخرى وزاره الصحه، وزاره التكوين المالي والتشغيل. معناها تعبنا وان شاء الله ربي يكون في عوننا ويبقى الامل مع رئيس حكومه جديده. شكرا لكم متر نصري رافقتنا على امتداد حلقه الليله من برنامج الحقيقه. جزيل الشكر للزميلتي مريم بنعم واسماء النحالي على مستوى العمل الصحفي، كريم الذودي على مستوى التركيب، وكريم النوالي على مستوى الاخراج. مصطفى الكاتب متغيب. هكا نوصلوا الى نهايه موعد الليله. انا مبقاي الا باش نقول لكم هذه ايمان المداحي تحييكم وفي امان الله.